اهلا بيكم في اولى حلقات ليتريتشر وذ مريومي. واي حد مهتم بالليتريتشر او الادب وعايز يعرف احنا بنحلل الحاجات دي ازاي، انت في المكان الصح. انا هبدا كلام معاكم بحاجه اسمها السيتنج او الجو العام للروايه. السيتنج ده بيندرج تحتيه 3 حاجات. اول حاجه هو التايم، الوقت، البليس، المكان، واخر حاجه الاتموسفير او الجو فعلا. كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها هيبقى هممنا حاجتين: اولا ان انا اعرف تاثير الحاجه دي على الكتاب عامل ازاي، وتاني حاجه معناها ايه، وما اقدرش اوصل لمعنى الحاجه غير لما اخلص الكتاب. برضو خلينا نقول ان احنا بنهتم بحياه الكاتب احيانا علشان نعرف ايه المؤثرات اللي حصلت اللي خلته يكتب عمل ادبي زي ده. طيب النهارده هنبدا باول حته في السيتنج وهي التايم او الوقت. اول حاجه بتهمني في الوقت هو الوقت اللي اتكتبت فيه الروايه دي. زي مثلا لو بتكلم على كتاب اتكتب في فتره قريبه من اي ثوره من الثورات، هتلاقي ان الكتاب ده متاثر بحاجات كتير قوي في الفتره الزمنيه دي، خصوصا بقى لو كتاب سياسي. ساعتها انت هتعرف الكاتب ده كان متحيز لانهي راي فيه. حاجه تانية بنهتم بيها في الوقت اللي اتكتبت فيه الروايه ان ده بيبين قد ايه العمل ده كان مميز. حد زي ايميلي برونتي، رغم ان وذرينج هايتس واحده من اشهر الكلاسيكس، ما كانتش مشهوره خالص وقتها، لان في نفس الوقت نزل كتاب لاختها تشارلوت برونتي، جين اير، اللي كسر الدنيا وقتها. اكزامبل تاني زي روايه العنكبوت لمصطفى محمود، اتكلم عن حاجه ما تسمعها دلوقتي تحس انها اتهرست مليون مره، ايه موضوع تناسخ الارواح اللي كل الناس كتبت عنه ده. لكن لما تعرف سنه اصدار الكتاب ده هتلاقي ان دي كانت حاجه جامده جدا وقتها ومحدش كان يعرفها. تاني حاجه بقى وهو التايم اللي جوه الروايه. زي مثلا لو قلت لك دي روايه مكتوبه عن الحرب العالميه الثانيه، انت اوريدي في صوره جت في دماغك، في حاجات انت بدات تتخيلها، بدا يبقى عندك شعور مبدئي ناحيه الروايه دي. كده احنا خلصنا اول سب كلاس في ليتريتشر وذ مريومي. نعمل بقى اكتيفيتي صغيره. قولوا لي ايه اكتر كتاب حسيتوا ان التايم او الوقت بتاعه كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لكم. المره الجايه غالبا هنتكلم عن البليس والاتموسفير وبس كده.